أهلا بكم مشاهدينا في سكوب الرياضي، وهذه أبرز العناوين. إصابة بولكسوت تثير قلق الرجاء، بعثة الوداد تصل إلى أكرا لمواجهة أشانتي، ومانشستر يونايتد يستعد لعودة المدافع مزراوي. أهلا بكم من جديد. دخل نادي الرجاء الرياضي في حالة تأهب قصوى بعد إصابة نجمه محمد بولكسوت خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني الرديف، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الفريق لمدة ليست بالقصيرة. وذكرت بعض المصادر أن بولكسوت يعاني من إصابة عضلية متوسطة في منطقة الظهر ستحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ما يهدد بغيابه عن المباريات الحاسمة التي تنتظر النادي في الأسابيع المقبلة. ويشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال التحضيرات لبطولة كأس العرب 2025 في ظل غياب أي بديل بنفس الكفاءة ضمن صفوف الفريق، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي كبير في تعويض غيابه. حطت بعثة نادي الوداد الرياضي الرحال صباح اليوم الخميس في العاصمة الغانية أكرا استعدادا لمواجهة فريق أشانتي كوتوكو ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وانطلقت الرحلة مباشرة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تحت قيادة المدرب محمد أمين بن هاشم، حيث يطمح الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه قبل موعد الإياب المرتقب بعد أسبوع. ويعول الوداد في هذه المواجهة على رصيد خبرات لاعبيه، وعلى رأسهم نور الدين أمرابط، لتحقيق انطلاقة قوية في هذه المسابقة القارية. ومن المرتقب أن تلعب المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب أشانتي كوتوكو في الساعة 4 عصرا حسب التوقيت المغربي. وفي آخر خبر، أصبح المدافع المغربي نصير مزراوي على بعد خطوات من العودة إلى تشكيلة مانشستر يونايتد بعد تعافيها التام من إصابة على مستوى الفخذ أبعدته عن الملاعب منذ أواخر شهر شتنبر. وقد عاد اللاعب للتدريبات الجماعية، مما يمثل دفعة للمدرب أموريم قبل المباراة الصعبة في ميرسيسايد. ويشار إلى أن مزراوي قد أظهر أداء متميزا في المباريات القليلة التي خاضها هذا الموسم، بما في ذلك مواجهة بيرنلي وتشيلسي ومانشستر سيتي قبل أن تبعده الإصابة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب الرياضي. ألقاكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. MDGS، نربح الرياضة.